في هذا الفيديو غادي نشرح لكم الطريقة باش تبني ولا تحيد عادة خطوة بخطوة كيف ما جات في الكتاب ديال العادات الذرية. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في الجزء الثالث والأخير ديال شرح كتاب العادات الذرية للكاتب والمقاول الشهير جيمس كلير. اللي مازال ما شافش الجزء الأول والثاني ديال شرح هذا الكتاب اللي كاين في سلسلة شرح كتاب الدارجة على القناة، كنصحكم باش ترجعوا تشوفوهم باش تفهموا مزيان. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. ودابا سيادنا وجدوا لكم شي كاس ديال القهوه ولا اتاي وعطيوني داك الودينات. هادشي اللي كاين في هاد الحلقه هو عار ديال بصح ومن اهم المفاتيح باش تغير حياتك. في الجزء الاول غادي نشرح لكم الخطوات باش تبني عاده، وفي الجزء الثاني من هاد الفيديو غادي نشرحوا القوانين، حيت اي حاجه في الكون خاضعه القوانين. خاصنا غير نفهموا ونعرفوا هاد القوانين باش نتعاملوا معها بالطريقه الصحيحه. النقطه الاولى: حلقه تكرار العاده. العادة كتكون من 4 مكونات أساسية واللي كتشكل حلقة تكرار العادة، وهاد المكونات كاينة مع أي عادة كنكتسبوها، سواء كانت عادة إيجابية أو سلبية. المكون الأول هو الإشارة. الإشارة هي حاجة اللي كتخليك بشكل واعي أو غير واعي كدير هاد العادة، وهاد الإشارة تقدر تكون أي حاجة اللي غتخليك باغي دير العادة. ناخدو مثال بسيط باش نفهمو. مثلا المنبه ديال التليفون يعني السونيت، هذه يقدر تكون إشارة اللي غتخليك تبغي تقلب أشنو جاك من جديد في الهاتف. وهذه الطريقة راه كيستعملوها مواقع التواصل الاجتماعي باش كيقول لك راه كاين الجديد، دخل تشوف. والهدف طبيعة الحال هو غير غادي تضرب طلة كتلقى راسك وليتي طالع نازل في الفيديوهات وتصاور. الإشارة تقدر تكون مرتبطة بالمشاعر، فمثلا الشعور المدخن بالغضب يقدر يكون بمثابة رغبة في التدخين. المشكل الرئيسي هنا هي أن العادات تقدر تكون مرتبطة بأكثر من إشارة واحدة، وهذا الشيء كيصعب على الشخص، يعني أنا ولا أنت ولا أنتي، باش نحيد عادة إلا كانت سلبية بطبيعة الحال. خاصنا نعرفوا هذيك الإشارة بالضبط اللي كينتج عليها الفعل باش هي اللي نحيدو. أعطيكم مثال آخر باش تفهموني. مثلا دري صغير جالس في الدار بوحدو كيلعب في البلاي، فراه أغلبيتنا عشنا هذا الموقف. غير كيسمع الباب ديال الدار تحل او لسالو الدار، فهو بطريقه غير واعيه كتفي البلاي وكينوض يهز الكتاب باش يقرا. هذاك الدوره ديال الساروت ولا حله ديال الباب راه كتعتبر اشاره في هذه الحاله، والعاده هو انه كينوض يحل الكتاب ويقرا باش يبين دارهم طبيعه الحال انه راه كان تيقرا المده كامله. المكون الثاني هو الرغبه. الرغبه كتجينا ملي كنديروا العاده من بعد ما انطلقت شي اشاره. في المثال ديال الهاتف كتجيك الرغبه في التصفح لانه كيجيك الفضول باش تعرف شنو كاين. هاد الرغبه راه كتعاونك باش تعرف الاشاره اللي بها كتبدا العاده. المكون الثالث الاستجابه، وهي ملي الشخص كيستجيب للرغبه من خلال انه كيدير هذاك السلوك المرغوب به. وباش نبقاو في نفس المثال ديال الهاتف، فتصفح المواقع بعد الشعور بالرغبه هو بمثابه استجابه. المكون الرابع: المكافأة. المكافأة هي العائد اللي كتلقاه ملي كدير العادة، وفي كثير من العادات تقدر تكون المكافأة عبارة عن إفراز لبعض الهرمونات في الدماغ بحال الدوبامين على سبيل المثال. والمكافأة راه كتختلف من عادة لأخرى، وباش نطبقوها على نفس المثال اللي خدمنا عليه ديال التليفون، فالمكافأة في هذه الحالة غتكون بسيطة، وهي إشباع الرغبة في التصفح والتخلص من الملل. حتى لهنا واضح ياك؟ ايوا مزيان. دابا انت ولا انتي وليتي عارف حلقة تكرار العادة وشنو هي المراحل اللي كيدوز منها. دابا انا اللي كنطلب منكم هو تجلس من وراء هذا الفيديو مع راسك وتاخذ ورقة وستيلو وحط كاع العادات اللي عندك سلبية او لا كيبانوا لك سلبية في حياتك، وحاول تطبق عليهم هذه المراحل. يعني شنو هي الإشارة، شنو هي الرغبة، شنو هي العادة، وشنو هي المكافأة اللي كتحصل عليها، وحاول تخدم على الإشارة باش تحيدها. الصراحة نبغي تشاركوا معنا أنا والأصدقاء اللي في القناة شنو هي العادات اللي لقيتو وشنو درتوا ليهم باش كل شيء يستافد. هذا هو الهدف ديال القناة بطبيعة الحال، هو نخلقوا جو ديال التغيير نحو الأفضل. دابا ندوزو المرحلة الثانية اللي هي قوانين لبناء العادات. إلا كانت حلقة تكرار العادة كتعطينا 4 ديال المكونات الأساسية اللي خصنا نتحكموا فيها باش نبنيو ولا نحيدوا العادات، فرا الكتاب كيعطينا أيضا القوانين اللي نتبعوا في هذا الإطار. القانون الأول: اجعلها ظاهرة. ما خصكش تعتمد على الذاكرة أو النية فقط باش تبني العادة، بل خصك تخلق إشارة ليها وتكون باينة واللي غتدفعك دير هاد العادة.
الإشارة خاصها تكون ظاهرة وواضحة ليك. وباش نعاونك في تطبيق هذا القانون يمكن لك تستعمل هذه الحالتين أو الطريقتين البسيطتين. الأولى هي تراكب العادات، بمعنى تربط العادة اللي بغيتي تبني بشي عادة ديجا كديرها. مثلا تربط سماع الموسيقى اللي كدير بعادة جديدة هي الرياضة، كأنك دير 20 تراكسيون بين مسألة الموسيقى، ونخليك تبدع في التراكب والترابط بين العادات. الطريقة الثانية وهي أنك تبدل البيئة والمحيط ديالك باش الإشارة تولي واضحة. مثلا إلا كنتي باغي تبدا تقرا كتاب قبل النعاس، فمن الأحسن تحط هذا الكتاب قريب من البلاصة اللي كتبغي تنعس فيها، مثلا فوق الكوافوز. دير هذه الطريقة باش تكون الإشارة باينة، حيث الإشارة هي المكون الأساسي في حلقة التكرار اللي بها كتجي الرغبة ثم العادة. القانون الثاني خليها جذابة. المشكلة اللي بزاف منا كيعانيو منها هي انعدام الرغبة في القيام بالعادة. واخا دير ليها إشارة واضحة، مثلا تحط كتاب حداك، في هذه المرحلة راه نتا ولا انتي الوحيدين اللي قادرين باش تنتجوا الرغبة. كاين طرق مثلا كدمج هذه العادة بنشاط كديرو كيعجبك، كمثلا تسمع الفيديوهات اللي كندير على الكتب في سلسلة خلاصة كتاب الدارجة، وانت في نفس الوقت كتمشي ولا كدير رياضة. مثلا انا كيعجبني نمشي نشرب القهوة، اذا نربط الخدمة او العادة اللي بغيت نبني ديال الخدمة باش بالقهوة، يعني كنخدم وانا كنستمتع بشرب القهوة. الطريقة الثانية هي تشاركها مع ناس اخرين اللي كيديروا نفس الحاجة. دير شي كليكة كتفاهم معاها، حيت غيجروك دير العادة واخا انت ولا انتي غتعجز في بعض المرات. القانون الثالث خليها سهلة. المغزى والهدف هو تخلي الاستجابة للرغبة سهلة وماشي صعيبة. وهنا كتجي القاعدة ديال 2 دقائق، وهي قاعدة جد بسيطة وسهلة جدا. مثلا باغي تريني، ما تبداش بنص ساعة من الدقة الأولى، دير سيدي غير 2 دقائق. اولا مثلا باغي تقرا كتاب، ما تقراش 100 صفحة في الأول، قرا سيدي غير صفحة أو لا 2 صفحات ولا 3 كل نهار. الفكرة واضحة، الهدف هو بدا العادة تثبتها عادة باش من بعد تطورها وبدا تزيد في الوقت أو لعدد الصفحات مثلا. القانون الثالث اجعلها مرضية. كافئ راسك بأي حاجة اللي كتبغي ملي دير العادة. مثلا تقدر تكون غير كلمة تحفيزية ولا شوية ديال الراحة، المهم شي حاجة اللي تخليك ترجع العادة وديرها مرة أخرى. وهنا كيساليو القوانين. وبالمثل إلا بغيتي تحيد شي عادة سلبية دير العكس تماما. مثلا خلي الإشارة مخفية ما بيناش، خليها غير جذابة، دير هاد الإشارة أو العادة تكون صعيبة وغير مرضية. مثلا عاقب راسك بشي حاجة ملي كديرها وهذيك الحاجة تكون ما كتبغيهاش باش تكرهك أنك ترجع دير هذيك العادة. طولت عليكم الفيديو بزاف، ولكن كان خاص ضروري يكون هكا حيت فيه بزاف ما يتقال وما بغيت نزقل لكم حتى شي حاجة. نتمنى يكون عجبكم الشرح ديالي وتكونوا استفدتوا. عاودوا رجعوا سمعوا الأجزاء ب3 ديال الكتاب باش تضبطوا الأمور. ما تبخلوش عليا بالآراء ديالكم، واقترحوا عليا شي كتاب اللي بغيتينو نديرو في الحلقات الجاية. وتسنوا فيديو جديد على كتاب جديد اللي غنعصروه مزيان في هاد السلسلة بطبيعة الحال ديال خلاصة كتاب الدارجة. معكم منير من قناة عقول منيرة، للهدف هو التغيير للأفضل.